وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا الله. لما يوصل بنا المرحلة إننا خلاص نتعامل مع الحاجة اللي ربنا حرمها علينا، ويطلعوا ويكلموا بكل بجاحة وقلة الأدب وبكل سخرية ويقولوا احنا مش خايفين من لقاء ربنا، مش خايفة أموت وأنا لابسة بدلة الرقص. تصريحات جريئة جدا من الفنانة لوسي، كانت مع المذيعة بسمة وهبي في برنامج العرافة. طبعا كلكم عارفين البرنامج ده. في مقولة كده لوسي، الفنانة لوسي، وهي قالتها لفتت نظري قوي. طبعا هي أسألتها أسئلة كتيرة جدا، ولكن المقولة ديت يعني أنا بقيت مستغربة جدا وهي الفنانة لوسي بتقولها. الفنانة لوسي قالت إيه؟ قالت أنا مش خايفة أموت وأنا لابسة بدلة الرقص لما أقابل ربنا. وقالت كمان أنا بعتبرها إن دي مهنة، زي مثلا الدكتور لما بيلبس البلطو وبيكشف على الممرض، زي مثلا اللي كان ناس وهو لابس البدلة بتاعته وهو بيكنس في الشارع. طيب يا أستاذة لوسي، الطبيب لما بيجي يلبس البلطو على الأقل مش مبين حاجة في جسمه، ولا الكناس اللي بيجي يكنس في الشارع مش بيبقى باين حاجة في جسمه، على الأقل كمان هو راجل. طب انت ست بقى وبتلبسي بدلة الرقص وتهزي هزة يمين وهزة شمال، والملايين الدنيا كلها بتشوف جسمك كله العريان، وفي الآخر بتقولي إني مش خايفة من لقاء ربنا لما أموت وأنا لابسة بدلة الرقص. يعني أنا مش عارفة أقولك إيه الصراحة، مش عارفة يعني بجد والله. يعني لساني مش عارفة، يعني في كلام كتير قوي. انا طبعا عشان انا قدام الكاميرا وما ينفعش اقول الالفاظ دي عشان ما فيش حد يسمعها. يعني والله كنت اقول حاجات كتير، بس يعني طب ما احنا شفنا فنانات كتير قوي وكانوا مشهورين عنك بكتير قوي 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 قوي، ربنا هداهم. نيجي مثلا للفنانة شادية. الفنانة شادية لما قالت أنا تبت إلى الله وأنا خايفة من لقاء ربنا، وأنا بعتذر للناس كلها اللي أنا كنت بغني وأنا بمثل، وأنا اعتذرت عن الغنى وعن التمثيل. وقالت كمان لو ينفع اللي أنا كل امتلاكاتي كلها ادفعها، بحيث ان هم كلهم يجيبوا لي الشرايط بتاعتي اللي انا كنت بغني بصوتي، لو ينفع ده انا اعمله. يعني الفنانة شادية وغيرها. نيجي مثلا للفنانة سهير البابري، وهي كانت بتلبس الحجاب وكانت بتيجي في لقاءات كتيرة جدا في التلفزيون وكنا بنشوفها ولابسة طبعا لبس زي محترم، وكانت لابسة الحجاب وبتقول انا خايفة من لقاء ربنا، وانا خايفة اللي يجي في يوم من الايام ربنا يحاسبني، او خايفة من لقاء ربنا انه يحاسبني على التمثيل اللي انا كنت بمثله. جيت المذيعة المشهورة برضك والله ما فاكرة اسمها ايه، لما كانت بتقول لها طب انت كنتي بتمثلي و... ويعني وكان زيك محترم، لا كنت بتبوسي ولا كنت بتعري حاجة في جسمك، يعني كان تمثيلك محترم. قالت لا ما فيش حاجة اسمها تمثيل محترم وتمثيل مش محترم، كله تمثيل واحد يكفي. اللي انا كنت بمثل مع راجل ما اعرفهوش، او مثلا مش قريب مش قريبي مثلا مش جوزي ولا اخويا ولا كده، وكنت بمثل قدام منه. اقول لربنا ايه يعني في لقاء ربنا كده لما اجي قدام ربنا اقول له مين ده؟ مين ده اللي انا كنت بمثل قدامه؟ مين ده اللي انا كنت بشوفه وكان بيشوفني؟ وكتير جدا من الفنانات
تيجي انت بقى يا استاذة لوسي وتقولي لا انا مش خايفة من لقاء ربنا، وانا لابسة بدلة الرأس، حتى لو انا مت وانا لابسة بدلة الرأس عادي خالص، ديت مهنة زي بعتبرها مهنة زي اي حد، وديت مهنة ليا، ربنا اكرمني بدي موهبة، هي بتعتبرها ان دي موهبة ربنا وهبها ليها ببدلة الرأس، الناس كلها يشوفوا جسمها عادي، دي موهبة، وقالت يعني قال ديت يعني موهبة من عند ربنا وربنا وهبها ليها. انا مش هقول لها بس ربنا يهديكي زي ما هدى غيرك، واللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا ارحم الراحمين يا الله. مش عارفة لساني بجد يعني يعجز على الكلام، يعني بشوف والله المناظر دي في التلفزيون، ولا بتتكلم ولا بيتكلموا بيقولوا الكلام ده، انا مبقاش عارفة اقول لهم ايه. يعني في كلام كتير قوي طبعا اقول لهم، بس يعني قدام الكاميرا فما ينفعش الالفاظ اللي انا هقولها وتبقى قدام الكاميرا. ربنا يهديها، ربنا يهديها.